السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهارده بقى هنعمل الملوخيه الخضراء القمر دي، طبعا بالطريقه المصريه بتاعت زمان اللي كلنا عارفينها. يلا نسمي الله كده ونبدا ونشوف هنعمل ايه. بس قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا اللايك والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد وحصري. هنا كده معانا حزمه ملوخيه كبيره، طبعا مغسوله كويس ومتقرطفه ومتخرطه بالمخرطه زي ما انتوا شايفينها كده. ومعانا معلقه كبيره من الثوم المهروس ومعلقه كزبره كبيره. معانا مرقه فراخ هضيف فيها كده ربع معلقه كبيره كده من الثوم، وهقلبها واسيبها تغلي. طبعا انا برجح المخرطه افضل من الكبه والكلام ده كله، لان المخرطه بتديها طعم كده في منتهى الجمال، ليها تيست كده لوحدها المخرطه دي. هنا بقى المرقه غليت معانا زي ما انتوا شايفين. هضيف بقى الملوخيه وافكها كده في المرقه بالشكل ده بالمضرب زي ما انتوا شايفين كده. هنا كده بفك فيها بالشكل ده عادي. لو عملت الرغوه البيضه دي كده كده اول ما بتشال من على النار الرغوه دي بتروح خالص، بترجع تاني خضرة زي ما هي. هنا اهو بفكها بالشكل ده. لازم نتاكد اللي هي مش مكلكعه وما فيهاش اي كلاكيع خالص. هنا هي عملت رغوه بيضه زي ما انا قلت لكم، عادي جدا. الرغوه دي بتروح اول ما بتتشال من على النار ونبطل تقليب فيها. زي ما انتوا شايفين كده هي فكت وبقت جميله جدا وسايله زي ما انتوا شايفين كده، ما فيهاش اي تكتلات خالص. هنا بقى كده شلتها من على النار وهعمل بقى الطشه. ضفت كده معلقتين من السمنه البلدي، وهضيف بقى معلقه كبيره من الثوم. مش هحط الكزبره على الثوم، لا، لما الثوم ياخد تحميره بسيطه كده هضيف الكزبره عشان ما تتحرقش. هنا كده الثوم اهو خد تحميره بسيطه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هضيف له بقى في الخطوه دي معلقه كبيره كده من الكزبره، وهقلبها كده كويس مع الثوم. واول ما الاتنين هياخدوا اللون الذهبي اللي احنا عارفينه هنشيلها على طول من على النار زي ما انتوا شايفين كده. هنا هي خدت اللون المطلوب. هضيفها بقى كده على الملوخيه. وهنا بقى طشيتها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. انا بفضل طبعا ما تشهقوش ولا اي حاجه من الكلام ده، انتوا تسموا الله بس وانتوا بتحطوا الطش، هو الاكل هيبقى كله بركه. بصوا بقى الجمال والطعمه، هي تكات حركات بجد تحفه جدا. بصوا القوام بتاعها عامل ازاي وخضره، وطعمها كان في منتهى الجمال. هنا بقى خلصت بالشكل ده واتقدمت. يا جماله بجد. عاوزه بقى بتنجان مخلل وبألف هنا وشفا، بيبقى طعمها في منتهى الجمال جنب البتنجان المخلل كده. يا سلام بجد. انا كنت عاملاها في الفيديو بتاع الطبخه المصريه، بس انا حبيت انزله لكم لوحده. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا اللايك والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد وحصري. هستنى رايكم في الكومنتات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.